السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فطار مصري حلو جدا بطريقة سهلة وبسيطة، فطار شعبي. هنعمل الفول بالطماطم، هنعمل البطاطس محمرة، هنعمل الطعمية البيتي الحلوة مع عودين جرجير كده، مع شوية فلفل مقليين يفتحوا النفس، مع الطماطم المتبلة، مع العيش المصري الحلو بتاعنا الأصيل البلدي. هنعمل فطار حلو جدا ولذيذ. عايزاكم بقى تتابعوا معايا الروتين الحلو قوي قوي اللي احنا هنعمله دوت، واقول لكم صباحكم مصري من قلب مصر ام الدنيا. احنا كده ان شاء الله بقى هنجيب كده معانا بصلايه حلوه اموره كده، ونبدا نخرطها ونديها تشويحه كده على البوتاجاز، وبعد كده هنزل عليها بقرن فلفل حامي. حلو الكلام، كلام جميل، سهله وبسيطه سهله وبسيطه. وابدا كده ايه اقلبهم مع بعض تقليبه حلوه كده محترمه. بصوا يا جماعه، الفول اللي قدامكم ده انا مدمساه في البيت. انا عمري ما بشتري فول من بره ابدا. يعني طول حياتي كده عمري ما اشتريت فول من بره. تمام تمام، لان ما بنعمل حاجه في البيت، وخصوصا الفول من الحاجات اللي لازم تعمليها ببيتك. اقتصاديه وموفره وطعمها تحفه. بعد ما بتتشوح كده البصلايه بتاعتي مع قرن الفلفل، هبدا انزل كده بايه بشويه عصير طماطم. عايزه تقطعي الطماطم على ايدك تمام، عايزه تضربيها في الخلاط تمام، بس دول يا جماعه كانوا حبيتين طماطم انا ضربتهم في الخلاط. بدأت بعد كده، بعد البصل بتاعي يعني ما دبل كده، نزلت بالطماطم بتاعتي. هقلبهم تقليبة حلوة كده مع بعضهم، وبعد كده اسيبهم يسبكوا. بس طبعا قبل اي حاجة هضيف التوابل بتاعتي، وهي عبارة عن كمون وشوية ملح. بس كده بس كده. لو عايزة ان هي تبقى حامية قوي حطي شطة، لكن لو مش انت عايزاها تبقى حامية، لان انا حاطة فلفل فيها، فلو انت عايزاها تبقى حراقة بس حطي الفلفل الاخضر بس، ما تحطيش شطة. تمام تمام، سهلة وبسيطة سهلة وبسيطة. وتبصوا بقى جمال الفول اللي انا مدمساه في البيت. يا جماعة حاجة كده شغل المعلم لابنه. يعني مش قادرة اقول لكم. الفول لما تدمسيه في البيت حتى ريحته هي بتتدمس كده، تلاقي البيت ريحته خير كده، ريحة ايام زمان، ريحة حلوة كده وجميلة. والفول ده يا جماعة من الحاجات اللي احنا ما بنستغناش عنها في سحور رمضان، ورمضان جاي اهو، كل سنة وانتم طيبين. فهاتوا الفول ودمسوه في البيت، هيبقى احسن واوفر وانضف. تمام تمام. كده خلصت الفول بتاعي كده، مش محتاج اي حاجة تاني. اهو سبك واستوى وبقى 10 على 10. نعمل ايه تاني يا هدى؟ هقول لكم هنعمل ايه. هنبدأ ان احنا نحمر البطاطس بتاعتنا، بس مش بطاطس زي اللي احنا عارفينها. البطاطس بتاعتي مختلفة شوية. مختلفة في ايه؟ البطاطس الجديدة طلعت، كل سنة وانتم طيبين، بجيبها ان انا اسلقها واقشرها واقطعها زي ما انتم شايفينها كده. تمام تمام. وابدا كده انزل فيها بالزيت، يعني انا بقدح الزيت واحمر البطاطس عادي كانك بتحمري بطاطس عاديه. بس دي انا سلقتها وقشرتها. على فكره يا جماعه، البطاطس اللي بتتسلق وبتتقشر وتتحمر يبقى طعمها جميل جدا جدا جدا، وما بتشربش زيت، وبتطلع مخرفشه وبتبقى في منتهى الجمال. جربوها بجد مش هتندموا. والسوق دلوقتي مليان بطاطس من اللي هي الجديدة، بقى طعمها حلو جدا جدا. فهاتوا واسلقوا وحمروا وحضروا فطار لولادكم. وبنحاول دايما نقدم يا جماعة في الوقت الغالي اللي احنا فيه دوت، نعمل وصفات اقتصادية وبسيطة. تمام تمام، سهلة وبسيطة سهلة وبسيطة. الفيديو ده هينزل لكم متأخر شوية يا جماعة، بس دوت كان يوم الجمعة الصبح قبل الصلاة. فقلت اصحى بقى كده كله نشاط وحيوية. الواحد يوم الجمعة دوت بيبقى وراه 100 ألف حاجة يعملها. الأول نحضر الفطار، وبعد كده ينزلوا يصلوا، وبعد كده ننزل بقى ايه نشوف هنعمل ايه في البيت، ننضفه ونروقه كده. حمرت البطاطس بتاعتي كلها وخلصتها. هبدأ انزل عليها بشوية ملح وشوية كمون، مش اكتر من كده. بصوا يا جماعة طعمها خرافة وتحفة. بعد كده الطعمية بتاعتنا الأمورة ديت كده برضو أنا عاملاها في البيت. هبدأ أجيب شوية منهم وأبدأ إن أنا أقليهم. تمام تمام، سهلة وبسيطة سهلة وبسيطة. هبدأ كده جبت شوية الطعمية بتوعي، وابدأ اخدهم حتة واحدة واحدة كده. بصوا انا بعملها ازاي يا جماعة. احطها في ايديا كده، وابدأ ان انا ابططها بالراحة كده، واروح حطاها في الطاسة تش. بصوا بقى يا حبايب قلبي، لو انت عندك كزبرة حابة تحطي كزبرة على وشها تمام، حابة تحطي سمسم تمام. انا بصراحة ما كانش عندي سمسم، وقلت انا حاطه فيها كزبرة من قلبها، فمش هحط لها كزبرة تاني. فعملتها كده ساده، لكن لو كان عندي سمسم كنت احط طبعا، كان هيبقى احلى. تمام تمام، سهلة وبسيطة سهلة وبسيطة. بصوا يا جماعة، كل حاجة دلوقتي بقت غالية، فاحنا نحاول ان احنا نوفر. يعني عجينة الطعمية دي انا عاملاها في البيت. تمام. والفول دوت انا عاملاه في البيت.
وبطاطس جبتها سلقتها وحمرتها، حاجات بسيطة. ممكن انتي تروحي المطعم كده او جوزك بعد ما يخلص الصلاة يقولك نجيب فطار ايه، تقول لنا هات لنا فول وطعمية وبطاطس محمرة، يروح عشان يقف يجيب حبة فول على حبة بطاطس على كام طعمية كده مقليين، تبص تلاقيه دلوقتي دخل في حوالي 25 جنيه. طب ليه؟ احنا نعمل حاجة في بيتنا بإيدينا، نضيفة وسهلة وبسيطة وموفرة. تمام تمام. يا رب كده كل وصفاتي تعجبكم، واكون دايما عند حسن ظنكم، واقدر ان انا اقدم لكم كل جديد وتكونوا بتستفادوا من الوصفات اللي انا بقدمها. دلوقتي الطعمية بتاعتي اتقلت اهيت، والفول اتعمل، والبطاطس اتحمرت. وبعد ما خلصت قلية الطعمية دي رحت قالية قرنين فلفل كمان كده حاميين حلوين يفتحوا نفسنا على الفطار. وجبت حزمة جرجير وغسلتها، وجبت طماطمية قطعتها وتبلتها. الطماطمية دي رحت رش عليها شوية ملح وشوية كمون، وحطيت لها شوية بقدونس مع قرن فلفل أخضر مع الطعمية مع الفول مع العيش المصري الجميل وشوية الجرجير الجمال دول. وأقول لكم اتفضلوا معانا، ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم، وأقدر دايما أقدم لكم كل جديد. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.